في البداية كده عايزك تعرف ان الفيديوهات دي متعوب عليها جدا، فما تستخسرش فينا اللايك والاشتراك. الحاجات دي ببلاش يعني مش بفلوس، وأوعدك انك هتشوف عظمة. ويلا نبدأ. تخيل كده معايا يا صديقي تعيش في عالم كله تنانين، وتنانين مش اي تنانين، كمان دي تنانين اقوياء جدا اللي ما تقدرش تهزمها غير بالهالة الفضية وبحرق اجسامها بأشعة الشمس، وكمان توصل لقوة مهولة جدا مفيش اي بشر قدر يوصلها قبل كده. بس كل ده بعد ايه؟ بعد فوات الاوان، بعد ما تكون خسرت البت اللي انت حبيتها، والبت اللي ساعدتك من طول حياتك وساعدتك من الناس اللي اتنمروا عليك، وهي الوحيدة اللي وقفت جنبك. تخيلت؟ تعالى بقى معايا. بتبدأ حكايتنا بالشاب دوت واللي بيكون بيواجه تنين قوي جدا يا صديقي، وبنتفاجئ أول لما التنين بيهجم عليه بيوقفه بإيد واحدة بس وبيقضي عليه. ومع كل دوت ما بيكونش عاجبه التقدم في القوة اللي وصل له. وبنرجع للحاضر بقى يا صديقي، بيكون الولد دوت بيتفشخ من تنين، بس لولا إن البت ديت بتيجي يا صديقي وبتفشخ التنين واحدة في التانية في التالتة وبتدمره. وبعد كده يا صديقي بيقول لها شكرا وبيحسس على راسها كده، ولا معاملة الكلاب. مش هي لسه انقذاك يا ابني من شوية؟ والتنانين دي يا صديقي مخلوقات عاشت من قديم الأزل، وهي العدو الطبيعي للإنسان. وفي طريقتين بقى يقتلوها بيها، هو استخدام الجنكي على الهالة الفضية، والتاني إن هم يقطعوا لحمهم ويحرقهم على أشعة الشمس. وبعد كده يا صديقي بيروحوا لمملكة ليسي، والكل يا صديقي بيكون منبهر بيها لأن هي قتلت 50 واللي يقول إن هي قتلت 100. وبتروح المقر يا صديقي وبياخدوا مكافئتهم، وبيكون الكل منبهر بيها وبيروحوا عشان يصرفوها. بس الولد ده يا صديقي بيتكلم وبيقول له أنت إزاي سامح لنفسك إنك تاخد بالبقايا الفتاة العبقرية اللي معاك ديت؟ فبتقول له أنت مين أصلا؟ أنا أول مرة أشوفك هنا. وده يا صديقي بيكون صاحب الرتبة التانية بعديها في الصيد، وبيقول له نرجع لموضوعنا بقى، انت ايه مش شايف نفسك عالة؟ فالبت يا صديقي بتقوم وبتثبته، تقول له ايه اللي انت بتسعى ليه باستخدام سيفك دوت؟ هو الشهرة والبتاع؟ انا اول ما مسكت سيفي كنت عايز ابقى قوية، واحمي الناس واقتل كل التنانين. وبعد كده يلا بقى نرجع لبيتنا. وبيرجع يا صديقي وينام، بس بنلاقي ان الراجل بيتدرب يا صديقي عشان يوصل لمستواها، بس بيظهر له شخص وبيقول له مستحيل الكلام دوت، انت هتخسرها. وبيرجع بينا فلاش باك يا صديقي للماضي، وبنشوفها وهي بتموت، بنشوف لين وهي بتموت. وبيرجع تاني يوم يا صديقي وبيعمل لها العشاء، وبتكون في النقابة كل التنانين ماتت، بس هما ما بيكونوش مهتمين فبياخدوا بعضهم وبيروحوا يقصوا لها شعرها. بس الولد بيكون سرحان في الحلم بتاع امبارح دوت ومش عارف يعمل ايه. بيشوفها وهي بتموت قدام عينه، وبيصحى تاني يوم يا صديقي وبيقوم عشان يتدرب. وبعدها بيستريح شوية وبيسمع واحد بيقول له هتخسرها، فده اللي بيحمسه وبيخليه يستخدم قوته تاني ويتدرب. وتاني يوم بيكونوا قاعدين في النقابة عشان يشوفوا محل للتنانين اللي هربت ديت، وبتكون راحت ناحية الشرق في محل الكتكوت الفدي، والبنت عمالة بتكلمه عشان يروحوا يقضوا عليهم. بس هو الولد دماغه في حتة تانية، دماغه مع الحلم دوت، ومش عارف الراجل ده كان وهم ولا شبح. بس البت بتفوقه يا صديقي وبتقول له ماله، لو الراجل بتاع امبارح ده زقلك انا ممكن افشخهولك عادي يعني. بس هي بتمسك ايده وبتلاقيها مليانة بالتشققات، وبتقول له انت ازاي ما سبت نفسك كده؟ وفي هذه الاوقات يكون الصمت افضل اجابة، ما بيرضاش يقول لها على الحاجة دي، وخصوصا ان هي اللي انقذته لما كان الناس بتتنمر عليه وكده. فبيقول لها تمام، وبتقول له انا عندي حدس انك هتبقى قوي وكده، بس انا مش عارفه امتى ولا ازاي، بس انا هحميك لحد كده. فهو بيقول لها يا صديقي ان هو لما كان في تالتة ولاده ماتوا، ولما كان عنده 4 سنين قربه ماتوا برضه، وبعد كده باعوه. وبعد ما باعوه يا صديقي الشخص ده ملكيته اتحرقت، والناس اتهموا ان هو متعاقد مع التنانين وكده. نحس من يومك يا ابني مفيش كلام. بس البت دي هي الوحيده اللي قالت له انا عايزاك تقوي معايا في التنانين. بس هو بيقول لها ان الضعيف بيموت ومحدش. بتقول له انا مش ضعيفه واقدر اثبت لك دوت. فالولد بيوافق معاها وبيروح يا صديقي وبتهزم اقوى التنانين بضربه واحده بس. وبيعرف يا صديقي ان البت ديت قويه وكده، وبعدها بتجيب له لبس وبتظبطه وبتروحوا على النقابه. وبيصحى يا صديقي من الحلم دوت، وبيشوف برضه يا صديقي تاني يوم في النقابه بتكون سقطة نوبيريا، وهي دي المدينه اللي في الشرق وكده، ولازم على الصيادين ان هم يروحوها. وبيقول لهم ان انقطاعت مثلا والمزرعه قالت امر ان هو لازم يروحوا هناك، وانت مش موجوده بقى عشان لما نكسب ما تاخديش المجن كله. بتقول له ازاي؟ ده قال لنا على كل حاجه. وبيسمعوا هزه يا صديقي وبيروحوا عشان يشوفوا في ايه. ده المدينه كلها اتحركت، فبيمسك فيها كده يا صديقي ويقول لها لازم نهرب، لو ما هربناش هنموت. فبتقول له ما تقلقش عليا انا مش هموت. وبتاخد بعضها يا صديقي وبتروح وبتقول له يلا بينا. وبيروح يا صديقي وبتكون التنانين هجمه المعركه حرفيا، وحتى شرطة من الرتبه التانية ده مش عارف يعمل اي حاجه، وبيهجموا على الراجل دوت، بس الراجل ده بيموتهم بسرعه وبيقول لهم هتموتوا كلكم دلوقتي. وبيعرف يا صديقي ان ده نفس الناس بين الحلم وكده.
فبيعرف ان الحلم حقيقة، بس الولد بيكون صعبان عليه ان البت هتموت قدامه فبيهجم عليه يا صديقي، بس هوبا السيف بيتكسر وبيرميه بعيد. تيجي لينو بتقول لسايكس انه يروح يجيبه من النهر عشان هو لسه على قيد الحياة وكده، وهي بتقول له انت ازاي تقدر تعمل حاجة مش كده، انا مش هرحمك. وفي عز ما هو بيقرا يا صديقي بيجي الوحش ده يا صديقي وبيحكي له على اللي هيعمله في المستقبل، بيقول له انك هتتدرب وهتهزم اصعب التنانين وهتقابل ناس وهتخسرهم برضه، وهتفضل لاقصى قوة توصل لها، لاقصى قوة يوصل لها تنين بشري لحد دلوقتي. وبيقول له ان هو مستقبله وهو ماضيه، وبيفضل يزعله وبيقول له انا مش هسامحك لو خسرت البت ديت، لو خسرت الناس اللي انت بتحبها ما تبقاش ضعيف زيي، انا دلوقتي قوي ومش عارف اعمل اي حاجة، ايه فايدتها بقى لما انا ابقى قوي من غير ما اقدر اعمل اي حاجة. ومش مستوعب بس، وبيقول له ليه انا قوي دلوقتي، فبيقول له طالما انت مش قوتك مش عاجباك دي اديها لي، فبيغرز السيف في قلبه كده يا صديقي، وبيبدا راجنا انه يستوعب قوه يا صديقي، وبيقول له خلي بالك في تمن لكل دوت، بس هو مش مهم عنده دلوقتي. راجنا يا صديقي بتكون مش قادر يعمل اي حاجه، بس بيوافق انه ياخد القوه. وعندها هناك بتقول له انت قوي، انت اله التنانين ولا ايه، بس هو بيقول لها لا، ان هو قائد المعركه التاني، انا في رتبه المستوى الادنى اللي انتم مسمينها التنانين الاسمى وكده، انت ازاي بقى تعملي كده. والسبب ورا ان هنعجبكم هو ان صديقنا ملك التنانين كان بيحب ان هو ياكل من المطعم اللي عندكم دوت، بس في واحد سرق المطعم وكده، وعشان كده حزن الهنا بشده وقال ان هو هيدمروا البلاد كلها، وعشان كده انتوا صيادين التانيين ما تشكلوش قدامنا اي حاجه. الكل لسه هيموتها يا صديقي، بس رجنا بيوصل، بس رجنا بقوه شيطانيه لم يشهد لها مثيل، وبيبدا يا صديقي ان هو يهجم كل اللي قبله. وبنرجع فلاش باك للباقي، وبيكون ستيف اتعهد مع جسمه، ولما ثور الجسم كله من كامل كان بيألمه ألما شديد. وبعد كده يا صديقي لما عنده 10 سنين تجاوز قدرات البشر واستخدم مهارات محدش كان قادر يستخدمها وكده. وبيبدأ يا صديقي ان انت يقف قدام الولد ده وبيجمد له بتاعه، وهو مستغرب ازاي بشري عادي يبقى عنده نفس قوة الشياطين المملكية العظمى، وبيهجم عليه يا صديقي وبتتحول لمهيئة التنين. ما بيكونش صعبان عليه ان يشوف حد اقوى منه، بس هو بضربة واحدة بيكسر عظمه وبقى عايش عليك يا ابني والله، وبيهزم كله يا صديقي، وبيروح عشان يهزم المدينة كلها. وكده يا صديقي يكون انتهت، وبيجري على لينو يا صديقي عشان يطمن عليها، وبيحضنها يا صديقي وبيقول لها ان هو ما عملش اي حاجة، هو الثاني اللي عمل كل حاجة، بس هو مش موجود دلوقتي، انا عارف قصة حياته وعارف كم مرة اشتغلت. وبنروح يا صديقي لآلة الزمن وبتقول له عملت اللي انت عايزه بقى، انا قلت لك ان في زمن هيتدفع، انا اول مرة اشوفك بتضحك كده، ايه يا عم هنشوف الامل دوت في انفسنا الماضيه. وركز في الكلمه دي يا صديقي، والتنانين فشخ الممالك حرفيا، هجموا على 7 ممالك سقط منها 6، واحده من ال6 دي هي العاصمه، ما عدا المدينه اللي انقذها بلدنا راجنا يا صديقي. وبعد كده يا صديقي ولد حاصد الارواح، والمدينه بتكون نصها اتدمرت وبتاع. وبيروح هناك وبيجي له راجنا وبيقول له انت ازاي بتعيط يا ابني، انت هزمت كل حاجه. وبيقول له تمام، انت بتخطط تعمل ايه دلوقتي. وبيقول له احنا لازم نغادر البلاد، اله التنانين امر بتدمير المملكة دي كلها، بس لو حضرنا حدود البلاد مش هيجوا ورانا. فبيقول له حقا يا راجنا، انت ازاي اتحولت كده، راجنا اللي انا اعرفه ما كانش عنده اي موهبة ولا اي حاجة، انت ازاي جات لك القوة دي اثناء المعركة، قول لي بقى. بس هو يا صديقي بيغمى عليه ساعتها. بتقول له ممكن السر دوت بيكون من التدريب والشاق اللي انا ما كنتش براقبه فيه. فبيسمعوا يا صديقي هزارديه وبيطلع بره، وبيكون الغابة يا صديقي بتحاربهم. وبتيجي يا صديقي البت دي عشان تشوف ايه، وبتقول له البت ديت ان هما هيقابلوا بعض دلوقتي، روح بقى يا راجنا عشان تقابلني. وافهم يا صديقي بقى الكلام اللي هي قالته له قبل كده، وقالت له هنسيب كل حاجة على انفسنا الماضية وكده. ده الجزء هو ان هو يهزم البتاع، والبت يا صديقي بتتفاعل بيه، وبيبدا يا صديقي السلام ان هو يهجم على الكل وكده. وبتقول له يا صديقي ان هو هيعمل هي كل حاجه، وهي هتساعده، وكمان هتستخدم جسده قصد الاستهداف، وحتى يا صديقي هتعمل منه حاجه حلوه، وحتى يا صديقي ان هي هتساعده وهتظبط معاه الكلام من الاخر، يعني هتخليه يقضي على كل السلالات، الجناح والحرشفه وكل اي حاجه، وحتى التنانين ذات المستويات العليا اللي هي التنانين الاسمى اللي هي على شكل بشر ديت يا صديقي، وشكلها كده يا صديقي من هنا هتضرب نار. يبدأ الجزء دوت بناس بتموت وبلاوي سودا، والسبب في ده طبعا تنين الرياح اللي بيكون بيقتل في النساء والأطفال وبيستمتع بصراخهم. وعجبا لهذا العالم العقيم، كيف لشخص أن يستمتع بقتل النساء؟
وفي مكان تاني بيكون التانيين بيهاجموا الناس، الصيادين التانيين الموجودين مش قادرين يعملوا أي حاجة، وحينها لابد من تدخل شخص واحد واللي هو رجنا يا صديقي. الواد بينزل وبيقتل في التنانين واحد ورا التاني، والصيادين مش عارفين مين دوت. تعال أنا أقول لكم، ده رجنا اللي هيمحي كل التنانين من على وجه الخليقة بمساعدة كريمزون طبعا. وتعالوا نرجع كام ساعة لورا عشان نعرف يتعاونوا ازاي أصلا. فعلا بنرجع كام ساعة لورا وبنشوف رجنا وكريمزون بيتكلموا عن التنانين وعددها وازاي يتخلصوا منها، وبيقطع حديثهم السلايم دوت وبيقول لرجنا انه لازم يبين شوية احترام للملك كريمزون، وبيتعرف عليه رجنا. وده بقى الخادم الاول للملك كريمزون، وانت يا رجنا لازم تحترمني وتقول لي استاذ سلايم مش سلايم حاف كده يا مغفل. وبيتدخل كريمزون وبيقول له خلاص صدعتني يخرب بيتك، وبيطلب من رجنا انه يقول له شوية عن المستقبل وعن عدد ملوك التنانين اللي قتلوها واللي يعرفوا عن عالم السحر وعن الحملة الصليبية. يا جدعان احنا مش في درس تاريخ. والواد ما بيعرفش يجاوب، فبيقول له كريمزون خلي بالك انا افقد فيك ثقتي بسرعة. فبيقول له انه مش فاكر كله كويس، بس لسه الذاكرة ما رجعتلوش كلها. وكريمزون مش مصدقه وفاكره كذاب، ورجنا بيحاول يقنعه بالعكس وبيسأله كريمزون عن قوته ولو كانت هي كمان ذكرى عابرة. فبيطمنه بيقول له نقدر يستخدمها في اي وقت لانها في جسمه مش في ذكرياته، وبيقول له عشان كده ما يقلقش. فبيديله كريمزون فرصة عشان يثبت له ولاءه، وبياخده عشان يواجه التنانين عشان يشوف الهالة الفضية ويحللها. ونرجع بقى للمدينة وبيكون الناس كلها في حالة رعب يا صديقي، وبيطمنهم كريمزون عشان هم قتلوا كل التنانين القريبة من المكان فالوضع امان وكله ايزي يعني. وده رجنا قتل التنانين بس هما بيكونوش عارفينه ولا سمعوا عنه اصلا. وانا بقى كريمزون الساحرة، وانا اللي دربته على ايدي عشان يبقى بالقوة ديت، والناس فاكرينه كداب عشان في العالم ده من النادر جدا ان بشر يقدر يستخدم السحر. ده التنانين بس اللي تقدر تستخدمه ومش كله كمان، ده المتفوقة بس زي اللي شفناه في اول الفيديو دوت. فعشان يثبت لهم بيمسك سلايم كده وبيقول لهم ان دوت سحر عمله بقوته حيوان اليف، فبيعجبوا بيه وبيقتنعوا انه ساحر فعلا. واحلى تخفيل عليك يا معلم دي ولا ايه؟ وبيطلب منهم ينضموا ليه وهو هيدربهم كويس، وهم بيوافقوا بلا أي تردد رغبة في نحر كل تنيني موجود في الوجود. المغامر ده وبيعرفهم عن نفسه واسمه مايكل، كمان صياد تنانين بس في تنين قوي جدا ما يقدروش يهزموه ومحدش هيقدر يهزمه من الآخر غيركو انت يا رجنا ويا كريمزون. والمعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه انه التنين بيقدر يحاوط نفسه بعاصفة من الرياح وحالته مرعبة لدرجة انها رعبت كل الموجودين في مدينة نورتي. بيتعرف عليه كريمزون وده هو المقعد الثالث تنين السجن العاصف 3-4، وبيستغرب انه عارف بس كريمزون بيقول له نسيت ولا ايه انا ساحر. ورجنا يا صديقي عايز يروح يقتله بس كريمزون بيوقفه وعشان هو مصر فبيديله ضربة كده يا صديقي بتجيبه الارض. بس هو ازاي واحد قوي بيتهزم بالسهولة دي؟ كريمزون لغى سيطرته على جسمه فاصبح عاجز عن الحركة يا صديقي مؤقتا وتقريبا لمدة 3 ايام. الناس ان رجنا مش هيقدر يحارب النهارده فبيطلبوا منه يحارب هو بس بيرفض وبيعرضوا عليه فلوس فبيرفض برضه. وكريمزون لما بيلاقيه مصر فبيسأله عن سبب الاهتمام ده كله بتنين الرياح، وبيرد على نفسه بيقول له اكيد ده عشان انت حاسس بالذنب عشان شفت الناس بتموت قدام عينيك وما قدرتش تساعدهم بسبب ضعفك، هربت وسبتهم يموتوا وراك وسألت نفسك ايه اللي بيحصل للناس لما بتدخل العاصفة. مش ده اللي حصل ولا ايه؟ ولحد دلوقتي ما انتش قادر تنسى صوت الناس اللي ماتت دي. ولعلمك بقى الناس دي اقتنعت لقطع صغيرة اتقطعت قطع صغيرة جدا نزلت تنهمر كالأمطار. فبيرحز على ايده شوية دم وبيأكد على كلام كريمزون وبيقول له انه كان فاكر نفسه صياد تنانين بس قدام الوحش دوت حسيت اني فريسة. كريمزون في صوت واطي كده انه هو يدربهم وبيديله كريمزون السيف اللي رجنا بيحارب بيه. وبيطلع اساسا ان كريمزون قال له الكلام ده كله عشان يعرف نواياه ويرجع له ثقته بنفسه، بس بيعرفوا انه مش هيقدر يضمن لهم حياتهم وهو بيوافق من غير تردد. وفي تاني يوم بقى يا صديقي بياخدهم لمخبأه وبيطلع مفتاح وبيفتح الباب اللي هم فيه دوت وبيدخلوا ليجدوا امامهم جميع انواع الاسلحه زي الرز يابا. وبيعرفوا ان الاسلحه دي مش مميزه، المميز بس هي الرصاصات ديت اللي رجنا بيصلحها من هالته الفضيه القويه جدا عشان يدمجها، وبيروحوا عشان يتدربوا على استعمالها بشكل كويس. وبيتكلم رجنا
راجنا مع كريمزون وبيعرفوا انه متأكد ان هم هينتصروا، بس كريمزون بيأكد له انه مش هيقدر يضمن سلامتهم كلهم، وبيطلب منه كمان ما يناديهوش بقتل التنانين عشان هو مش عايز حد يتعلق فيه، عشان كل اللي بيقف جنبه بيموت لانه ملعون. فبيقول له كريمزون عشان كده هو ساب لينو، فبيعرفوا انه سابها عشان يحميها. فبيعرفوا كريمزون ان لينو مهمة بالنسبة له برضه ومش هتسيبها تموت، وراجنا بيقول له انه بعد عنها عشان تبقى في امان ولانه خايف انه يخسرها مرة تانية، وبيطمنه كريمزون انه هيعمل كل اللي يقدر عليه، وبيقول له على خطة عشان يحمي لينو، وهي كالآتي: يمسكها وهو عنده مكان ليها وتابوت، وهيديلها ملوم وهيحطها في التابوت دوت لحد ما يخلصوا مهمتهم. فبيفهم راجنا ان كريمزون يا صديقي بيتنمر عليه وبيحاول يضربه بس ميكونش قادر يحرك جسمه، فبيضربه كريمزون وبيفضل يضحك وبيمشي، وكريمزون بيطمن راجنا انه يخلص على التنين ده ويرجع له. ايوه صح انت مش ملعون، وبيمسك له المسدس ده يا صديقي وبيموت نفسه قدام بس هو طبعا ما بيجرالوش حاجة، وبيقول له خليك انت بقى يا لولو صنع الرصاصات الفضية عشان نستخدمها في حرب بتاعت بكرة ديت. وبيجيله سلايم يا صديقي وبيعرفوا انه مدد جسمه في كل حتة عشان لو تنين قرب منهم ولا حاجة، وبيخلي سلايم ياكل جسمه القديم مكافأة يعني. وبالليل بقى بيجمعهم وبيخطف فيهم عشان يحمسهم لواجهة التنين دوت، وبيعرفهم بالخطة وبيتحمسوا جدا. وتاني يوم بيروحوا قبل الفجر عشان يهزموا تنين الرياح دوت، وبيقول لهم تعالوا بكرة عشان الشمس قربت تطلع، وهو مش عايز يخلص عليهم بسرعة. بس كريمزون بيمسك الميكروفون وبيقول له انهم هنا عشان يقتلوه، ويفضل كريمزون يستفزه وبيقول له يا تنين يا متوحد من كتر غبائك بتتكلم مع الرياح، وده بيعصبه جدا يا صديقي. بيبدأ الجزء ده بمايكل وهو متردد في مهاجمة التنين بعد ما حس بهالته المرعبة الكبيرة جدا. يا خسارة تعليمك يا كريمزون، بس الواد بيجمع شجاعته وبيطمن اصحابه، وساعتها بيضحك كريمزون لانه كان فاكر ان ملهمش لازمة من الاساس. واثناء ما التنين بيكلم نفسه ويتوعد كريمزون ومن معه بالموت، بيكون كريمزون بيفكرهم في الخطة وهي كالآتي: يهربوا منه شوية لحد ما تطلع الشمس عشان التنين مش هيقدر يتحمل أشعة الشمس لفترة طويلة. صحيح انه التنين اسمى ومش هيقدر يتأثر بيها كتير يعني، وعشان كده لازم يضعفوه شوية، وبيدي الجنود إشارة للمهاجمة وبيضربوا على التنين يا صديقي رصاص كريمزون. وساعتها بيتعصب التنين وبيحاول يلحق بيهم صديقي. مع تواصل هجمات الفريق بيفقد التنين قدرته على التحكم بالرياح بشكل كويس، ومعنى ده ان سرعة الاعصار هتزداد، ولازم على كريمزون يخلص الحوار دوت بأسرع وقت قبل ما يتم فشخهم، لان ده مش بيسمي يا جدعان. فبيواصلوا الهروب بسرعة قبل ما يقدر يمسك بيهم، ومع استمرار الضرب عليه يا صديقي والاعصار بيحطم الحاجز الاول بس هوبا عند الحاجز التاني، بس من حيث لا يدري بيجي كريمزون من وراه ويخبطه ويجيب اجله وما بيصبرش عليه وعلى طول بيها. وساعتها لا كنت انا ولا انت ولا اي حد نقدر نوقفه، ولكن بسبب غروره وكبريائه لا خليقه. وتعالوا يا جماعه نعرف ازاي الجدار كان ليه دور في ابطال الزوبعه، ونرجع لامبارح عشان نعرف ان راجنا حاوت الجدار بقدر كبير من الهاله الفضيه. وبكده بيفتكر راجنا انه بعد ما يقتل كل دي كلها وبيروحوا يودعوا الناس، والصيادين بيطلبوا من كريمزون ان هم يهربوا. يطلب منهم كريمزون لا ان هم يهربوا وبيستخدم قوته عشان يمحي ذكرياتهم معاهم، وبيكونوا فاكرين ان راجنا هو اللي انقذه، بس راجنا بيعلم مفهوم ان عمل كل ده بفضلهم وهم كان ليهم دور في كده، وبيودعوه وبيمشوا. وبعدها بيطلع كريمزون راديو. ايوه راديو، انت مش مصدقني ولا ايه؟ وبتكون في رسالة جاية لجميع السكان بالتوجه للعاصمة الملكية، وعلى طول بيفهم كريمزون ان ده فخ واكيد بفعل تنين، بس الناس مصدقة الحوار دوت ورايحين للعاصمة بايديهم، رايحين اللي بتهلوها تبقى ايديهم. وتعالوا نرجع 5 ايام لورا. ايه يا صديقي 5 ايام؟ المهم بنروح للعاصمة وبتيجي للملك اخبار عن تدمير المدن من التنانين، وخصوصا من تنانين مستعملي سحر البرق. فبيستأجروا الملك وبيخبروا عن اللي حصل، وبيقول له انه يجمع جيش قوي من اقوى صياد التنانين لحماية المملكة. وبيقول له الخادم ان ده بيفكروا باللي حصل قبل 20 سنة عندما هاجمت التنين فرانسيس المدينة كلها، والعاصمة محاطة بحاجز واكيد هيحرشوا من العدم، والزمن بيقف عند كل اللي موجودين معاه. وبتقول له ان الحاجز عازل للدبان مش لتنين يا حبيبي، مش تنين اسمى زيي. وبتقول له انها اتلعبت بالزمن كان عشان توقف الزمن عند الجنود، بس هم مش ميتين. بيقول لها
أكتر من اللي وحشية، فبيفكر الأول في مهاجمتها، بس بيحط يا صديقي حتى لو قتلها ده الحرب هتقوم وهتخلي الفكرة تبقى أسوأ، وبيقبل اعتذارها بسرعة جدا، وبتقوله إنها مش عايزة سكان لسه يموتوا بطريقة وحشية، أنا عايزاهم يموتوا مخنوقين. فبيتصدم من الكلام دوت، وبعد محاولات كتيرة للتفاوض ومنعها من تدمير السلاح بتاعه وبيهاجم عليها أيا كانت النتائج، وفعلا يجمع قدرا كبيرا من الطاقة الشمسية الهائلة ويهجم عليها. بس وإذ فجأة بيتحرر التابع دوت من إيقاف الزمن وبيصد الضربة على الملكة بتاعته صدمة بكل المقاييس، إنها الخيانة يا سادة. والمفاجأة هنا إن هي بتزعق له عشان هي واحدة قدرات كريمزون برضو لو تفتكروا استعملها عشان يرجع راجنر للماضي في الحلقة الأولى. لما كنت شفت الأجزاء اللي فاتت فروح وشوفها، وبترجعه لشكله الحقيقي بدون أي ضرر. يا له من أسلوب منحط ودنيء إلى أبعد الحدود. وبكده يا صديقي بيخلص الجزء بتاعنا لحد دلوقتي الجزء ده، والناس رايحين العاصمة الملكية أو إلى نهايتهم المؤلمة للأسف. كيف يمكن لملك أن يضحي بشعبه عار بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ وأثناء ما الملك قاعد في قصره بيدخل عليه الجندي دوت وبيقول له كده وصل المدينة 15 مليون بني آدم ولسه الناس بتيجي بأعداد كبيرة، لازم نقفل البوابات وكفاية كده مفيش مكان لحد تاني. فبيقول له هتقفل البوابات ودخل كل الموجودين. فبيقول له تمام، وبيبان على الملك انه بيعمل كل دوت تحت ضغط كبير. وفي مكان تاني بنشوف التنين بيتعذب تحت أشعة الشمس وبيتكلم مع نفسه، وساعتها بتدخل عليه الملكة التيماتيا وبدأت تتقطع يا صاحبي والله. وفي هذه الأثناء قد كان الدخان ملأ كل المدينة والناس مش أذن ومياو يا صاحبي، والبنفسج بيعرفوا انه مش قادر يتعرف على المرأة البشرية. فبيطلب التنين الخادم من التيماتيا انها توقف الزمن من تاني عشان اكيد مش دول هي بس هم الاعداء الوحيدين، ولكن التيماتيا لسه في صدمتها ومش قادرة تنفذ طلبه. وعلى الناحية التانية كريمزون بيكون بيلوم راجنر وبيقول له عصيت اوامري وانتهى بك الامر لهذه الحال المزرية، كم انت طير يا رجنا. خلاص يا عم كريمزون امسحها فيا انا المرة دي، مش وقته الكلام ده خالص يا عم كريمزون. الكلام ده المهم انك تخلص على التيماتيا واللي معاها. واكتر حاجة عجباني هي اننا هنشوف قدرات كريمزون لاول مرة من بداية الانمي يا جدعان. وبس كده، اوعى تكون لسه ما اشتركتش في القناة ولا عملت اللايك. وبس يا صديقي، وكان الله بالسر العليم. سلام. بتاعنا مع كريمزون وبيعرفنا ان شخصية التيماتيا اساسا مش مناسبة للقتل، وده لانها بتشوف ان القتالات كانت تصرف وحشي، واللي عطلها الثقة هو قدرتها على التلاعب بالزمن. دي كانت فاكرة انها تقدر تهزم اي عدو مهما بلغت قوته بفضل توقف الزمن، بس عشان راجنا قدر يلغيه ده ما دمرها حرفيا. وده معناه اننا مش هنحارب المقعد الاول دلوقتي، احنا هنحارب مجرد بنت مصدومة، وده كله بفضل راجنا. وساعتها التيماتيا بتكون مصدومة لسه مش قادرة تعمل حاجة، ولما البنفسج بيكلمها مش بترد عليه، عمالة تفكر في ازاي قدر يتحرك. لكن مع استمرار الضغط عليها من البنفسج والتنين الخادم بتوقف الزمن، وكريمزون بتفاجئ انها لسه صامدة وبيمسك الجهاز دوت وبيفجر اماكن كتيرة في المدينة، حرفيا دمر بتاع ربع المنطقة اللي هم فيها. ولما التيماتيا بتشوف الناس في الحالة ديت بتصعب عليها جدا وبتزعل عليهم، وكريمزون بيستغل ده وبيقول لها معاناة، ألم، حقد، قلق ويأس، كل دوت مشاعر الناس اللي هم حاسين بيها دلوقتي. صرخات الآباء الذين فقدوا أبنائهم، عدد الوفيات قد وصل 10,000، وبيفجر قنابل في أماكن تانية. بتعمل ايه يا عم انت؟ ايه اللي بتهبب أمه دوت؟ لقد قتلت الكثير من الأناس الأبرياء. وبعدها بيقول لها لو ورينا لطفك بقى ورحمتك ورجعي بالزمن عشان تنقذيهم. وبالفعل يا صديقي لما بتشوف الناس كده مش بتقدر تتحمل وبتكون لسه هترجع بالزمن، بيوقفها البنفسج ويقول لها لا، رجوعك بالزمن ده هيستنزف سحرك كله، وده هم اللي عايزينه العدو. فوق لنفسك. وبتقتنع فعلا، وساعتها خطة كريمزون بتفشل وبسبب البنفسج وبينسحب يا صديقي. وفي المدينة بقى الناس كلها في حالة مزدورية، حالة ذعر وألم بسبب كريمزون. وبيروح له الخادم بتاعه ده بيكسر الإزازة على دماغه عشان كريمزون طلب منه يحط قنابل في أماكن معينة وهو ما عملش كده، وبيطلب منه يسامحه. ولكن كريمزون يا صديقي بيرشق الإزازة في عينه المرة دي وبيقول له بسببك فشلت كل مخططاتي، ولو كانت هناك المزيد من الموتى لكانت التيماتيا رجعت الزمن ولقد كنا انتصرنا. فبيعتذر منه وبيتكلم نفسه وبيقول كريمزون متغير من ساعة ما قابل البت ديت، وهنعرف هي مين كمان شوية يا صديقي. وبعدها بيدخل راجنا المخبأ بتاعه وبيطلب من الخادم واللي بالمناسبة اسمه جو لايم انه يراقب الاحوال المدينة. وهناك بقى بتكون التيماتيا لسه مصدومة وبتعيط، والبنفسج عمال يلوم نفسه على اللي حصل وعن انه ما كانش ليه لازمة في المعركة وما قدرش يعمل اي حاجة، وبيفتكر كلام
التنين الخادم عن النضج، واللي أساسه بيتم تحديد رتبتك من ضمن ال 13 من سلالة الدم. وعادة النضج ده بيحتاج وقت مختلف على حسب، يعني مثلا المقعدين الخامس والسادس فعلوا النضج ده بعد 6 شهور، والتنين الرياح فعله بعد شهر، وكاموي بعد يومين بس. وانت لسه ما فعلتش اي حاجة، بس عشان طاقتك السحرية كبيرة تم وضعك كالمقعد الرابع، وبيكون لسه مستحقر ضعفه. ولكن فجأة بيتعصب وبيفعل النضج، وقوته زادت بشكل مرعب، وكريمزون اكتشف دوت، والبنفسج بيكون على وعدهم بالموت وبيدور عليه بس مش هيقدر يلاقيه، لان كريمزون دلوقتي في غرفة بين العوالم، وبيكون في طريقه لعالم القمر الاحمر. وهناك بنشوف راجنا مع لينو، وبيكون بيصطادوا التنانين، وراجنا لسه ما عندوش قوة. وساعتها لينو بتقوله خلي بالك نبقى غلطانين لو افتكرنا اننا بس اللي بنزود قوتنا، اكيد التنانين هي كمان بتزود قوتها، ولازم ان احنا على قد ما نقدر نقتل اي تنانين يجي قدامنا، عشان ده واجبنا احنا كصيادي التنانين. واجبنا هو قتل الكثير من التنانين حتى لا تزداد قوتها وتشكل عائقا بعد ذلك. فبيسأله عن لو كان التنين طور من قوته هل هيبقى تنين اسمى على هيئة انسان، فبيقول له ما تعرفش، وممكن يعني. بس وطبعا يا صديقي الكلام ده اكيد مش صح، لاننا شفنا في الحلقات اللي قبل كده من خلال حديث المقال ال13 مع بعضهم ان التنين الاسمى هو في الاصل بشري قد خان شعبه وحصل على دماء ملك التنانين. اي خدمة يا عم، اعمل لايك بقى، هو ببلاش يعني. وبعدها يا صديقي بنشوف راجنا وهو لسه مش قادر يتحرك، وبيقول لكريمزون انه لازم يرجع عشان يخلص على التماتيا، وبيطلب من كريمزون يطلعه من هنا، ومش عايز يرجع بالزمن زيه. وكريمزون بيحاول يهديه وبيقول له المعركة خلاص خلصت يابا، وأدائك كان ممتاز جدا، وانا راضي عنك جدا، خلاص ما تشغلش بالك، كفاية بس اني شفتها بائسة وحزينة في هذه الحالة المزرية، وعاش عليك يا بطل ما تحطش في بالك يعني. فبيتعصب عليه راجنا وبيقول له التيماتيا لسه ما ماتتش، ومش فارقة معايا لو كنت راضي او مش راضي عني، تولع انت مين اصلا؟ انا ما اقدرش اسيبها عايشة، انا خلاص اخدت قراري وهرجع عشان اموتها بايديا. وبيفعل هالته الفضية مستخدما طاقة السيلفرين، وساعتها كريمزون بيخاف على المخبأ بتاعه من الدمار من هالة راجنا المرعبة، وبيأمر مياو ان هي تمنعه. وبالفعل يا صديقي بتكتفه، وبعدها كريمزون بيتعصب عليه وبيقول له انت ازاي تستخدم هالتك الفضية هنا؟ انا مش هسامح اي حد يحاول تدمير الفضاء دوت، ومش هسامحك انت كمان، بس حسابك مش دلوقتي. ومن هالة راجنا الجبارة بيكون في الفضاء كريمزون اتشرخ وبيحاول يخرج منها بسرعة، ولكن سرعان ما البنفسج وبيطلب كريمزون من جولايم ان هو يقتله. بالفعل جولايم بيديله طلقة كده بتطير نص وشه، بس هم كانوا خططين لكل دوت. وبيدي بنفسج اشارة للتنين الخادم، وبالفعل بيهجم عليه كرة نار بتهزمه وبيسيبه. يا نهار ابيض يا اولاد الغدارة. وعند كريمزون بقى يا صديقي راجنا بيتحرر من مياو، وبيفعل هالته الفضية في اوج قوتها. وساعتها بيفتكر كريمزون شوية عن ماضيه، وبنشوفه هو قاعد مع البت ديت، وبتقول له فول لها كام ساعة يا معلم ويجي الليل، وبعدها دورنا انا وانت في المهمة، وانا عارف حتى بعد انتهاء الحرب ان هيكون في ضحايا كتير، اشي اطفال بقى على اشي نساء على اشي كبار سن، حرفيا الحزن هيكون مسيطر على الكل. وبعدها بنشوف الفارسة ديت وهي بتتكلم وبتقول من ساعة اخر حرب مع دورانيا اكيد هما لازم هيهجموا علينا النهاردة، بس الغريب ان التنانين في حالة هيجان اليومين دول، وبتسأل عن لو حصل حاجة لتنين اسمى. وبعدها بيجي الشخص دوت وبيقول لهم لقوا واحد في البوابة السحرية اللي كانوا عاملينها في القوم القديم المهجور، ويحذر بقى معايا يا صديقي مين الشخص دوت. ده بيطلع كريمزون يا جدعان. الحراس بيودوا الفارسة ديت، واللي بالمناسبة دي الأميرة التانية لمملكة ليسي واسمها ستارلا. وبعد ما بترحب بكريمزون بيقول لها أحد أعضاء النقابة إن هو وشخص تاني انتقلوا من خلال البوابة السحرية، بس الدايرة من غير أضرار، عشان كده هي مش مشكلة بالنسبة لنا. وبتقول له أمال فين الشخص التاني؟ فبيقول لها إنه مصاب بإصابات قاتلة، وما تقلقيش قدمنا له الرعاية وفحصنا دمه وطلع مش تنين، وده طبعا اللي هو راجنا يا صديقي، وتمن علاجه هو إن أبو الشعر أحمر هيقول لنا على كل حاجة. فبتقول له تمام. ايوه يابا مفيش حاجه ببلاش، لازم كل حاجه بمكانه. وتعالى بالمره يا صديقي نتعرف شويه عن ستارلا. وهي لسه طفله اتولدت من غير ايدين، ومع كده فهي عندها عيون تخليها تشوف هالة اي حاجه هي عايزاها. وفي مره اتحكمت في المواد الفضيه اللي على سفره الاكل، عشان كده بيسموها دلوقتي اميره الفضه، وتعتبر البت هذه اسطوره عصرها، عشان قتلت 3 تنانين سفليه لما كان عندها 6 سنين، ولما كان عندها 8 سنين مرت سرب كامل من التنانين، وكان من ضمنهم 4 تنانين وسطية يعني متوسطة الرتبة. ولما كان عندها 9 سنين منعت انقلاب الجيش بتاع المملكة، وفي سن المراهقة حققت
حققت قوة استثنائية وركزت على صنع الأسلحة الفضية من الفضة، ولما كان عندها 16 سنة أصبحت قائدة فيلق أرجنتوم. وأما عن السبب اللي مخلي كريمزون يكرهها، هي عينيها اللي تقدر من خلالها تميز الهالة المنبعثة من أي حاجة حواليه. وبالمرة يعني كل الناس فاكرة إن الهالة بتنبعث من الفضة، وبس هو ده شيء غلط جدا، لأن كل حاجة موجودة في الوجود بينبعث منها هالة، بس مش أي حد يقدر يشوفها، بس المميزين هم اللي يقدروا يميزوها ويشوفوها. والسبب اللي يخلي أي حد ما يكذبش على أميرة الفضة هو إنها تقدر تشوف التغيرات المحيطة بالهالة بين الكلام اللي هو بيقوله، وتعرف إذا كان صادق ولا حتى كان كذاب. وعشان كده لازم كريمزون يتصرف معاها بحذر، لأنه بعد ما حلل نمطهم واللي كانوا عاملينه كانت خطتهم محكمة الصنع من خلال دوائر السحر، وكمان إن المقعدين الخامس والسادس بيلاحقوهم دلوقتي، وعشان كده لازم ينضم لهم ويكسب ثقتهم. وبعدها بتسأله ستارلا عن هو مين وعرف ازاي عن البوابة وجه ازاي من خلالها، وكريمزون بيكون متضايق لأنه هو في ورطة وراجنا نايم ولا على باله. الناس عمالة تهتم بيه وانا هنا عمال محاصر من أميرة الفضة، ويا ترى بقى هي هتكتشف كدبي ولا لا. لوم راجنا في سره على ان راجنا كان هو السبب اللي خلاهم هنا وهو نايم، وهو دلوقتي بيتحاسب من أميرة الفضة. ولو ما كانش دمر الفضاء بتاعي ما كانش زماني هنا، ولا انه سرحان بتنادي عليه ستارلا وبتقول له سألتك ما تجاوب، فبيعتذر منها كريمزون. بس اللي بيكون عجب كريمزون انها ما قدرتش تلاحظ تغير هالته، وده اللي هيمنحه الافضليه في الكذب عليها. فبيقول لها كريمزون ان هو انه كان متردد عنه يوريها العين ديت، واول ما بيوريها لها بتتصدم والكل بيتصدم معاها لانها عين تنين. وبيكمل كريمزون كلامه وبيقول لها ان اسمه كريس وايت، احد السحرة النادرين جدا. الله عليك، ايه الحلاوه دي يا عم كريمزون، كداب كداب مفيش كلام يا عم. بس كده اوعى تكون لسه ما اشتركتش في القناه ولا عملت اللايك. وبس يا صديقي، وكان الله بالسر العليم. سلام. بيبدأ الجزء ده يعرف فيك، وبنشوف واحد كده وشكله من الجيش، وساعة ما كان في المكان بتطلع عليه ستارلا. ايوه، وبعدين نمازو ايه اللي هيحصل يعني؟ طلعت عليه هتاكله مثلا؟ اكيد لا، انا هنهزر يا صديقي. المهم لما بتنادي عليه بيتخض كده، وبعدها بيمسك نفسه وبيقول لها ازيك عامله ايه يا حبيبه عمو، كويسه؟ فمش بترد عليه، فبيقول لها مالك يا حبيبه عمو، حد مزعلك ولا ايه؟ ما بترديش ليه؟ فساعتها بترد عليه ستارلا مش ببقها، لا يا صديقي، ده بسيوفها. يلا واحده في داهيه، مش ناقصه كتر شخصيات وخلاص على الانمي. لا بجد يا مازو، هي قتلته ليه؟ كان نفسي اقولك والله، بس هخلي كريمزون يقولك. بيبدأ كريمزون كلامه بيقول انها قتلته عشان حست من هالته انه مش سالك، واتضح بعد كده ان الاميرة كان عندها حق في قتله، عشان اكتشفوا بعد كده انهم كانوا بيخططوا لخيانة المملكة. بس ما علينا من كل دوت، تعالى نرمي الماضي ورانا في داهية ونروح للمستقبل. وهناك بقى بيكونوا لسه مصدومين من عين التنين اللي عند كريمزون، او خلينا نقول له بقى كريس وايت عشان ما نبوظش كدبته يعني يا صديقي. وكريمزون بقى بيكون وراهم العين ديت وقال لهم اني ساحر، عشان في اعضاء منهم سحرة واكيد هيتعاطفوا معاه. والسحرة دول يا صديقي هم اشخاص بيتولدوا بقوة خارقة عن باقي افراد جنسهم، وكمان في منهم بيتولدوا بأجنحة وديول وذيول وكل اللي قلبك يحبه يا صديقي. وبس كده، بس المهم يعني انهم مختلفين عن البشر في الانمي دوت. والشخص اللي هناك ده هو كمان ساحر. وبيكمل كريس وايت كلامه وبيقول الحقيقة انه ما قالش لحد انه ساحر عشان خايف يقتلوه، وهو دلوقتي شغال في صيدلية في العاصمة. وهو بيقول للعاصمة من هنا، بيقول له الشخص التاني ايه اللي بيحصل هناك دلوقتي، يقول لنا بسرعة يا جدع. وبيستغل كريس وايت فرصة ان هم سألوا، وبيقول لهم الاول العاصمة كانت هادية وجميلة ورقيقة، بس فجأة انفجرت اماكن مختلفة وماتت ناس كتيرة قوي، والصراحة يعني صعبة عليا قوي 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 قوي. لو النبي ما انت اللي قتلهم يا كريمزون. فرح كريمزون قايل لي لو النبي يا مازو ما تقولش الحاجة قدام الناس ديت، انا مش عايزهم يعرفوا ان السبب في كل دوت، وسيبني بقى عايز اتحكم في حالتي عشان ما تكتشفش كدبي. وبيكمل وبيقول لهم ان العاصمة كده خلاص وقعت تحت سيطرة التنانين. فبيسألوا الشخص ده واللي بيقدر يستخدم السحر، وبيقول له قول لي يا كريس وايت، انت درست السحر فين؟ وما تقوليش اتعلمته لوحدي، لان ده مش صعب، ده مستحيل انك تعلمه لوحدك. فكريمزون مش بيرد عليه عشان كان سرحان، وبيقول لنفسه يا لو صدقوني واتحكمت فيهم كلهم هيبقوا زي الدمى في ايديا. ولكن بيتفاجأ لما ستارلا بتقول له انت كذاب ولكن محترم
محترف، قلت لنا شوية كذب ممزوج بشوية صدق. فساعتها بيتصدم جدا، وده ما يعرفكش غير حاجة واحدة يا رفيق، ان الكذب ملوش رجلين والكذاب بيروح النار يا بابا انت وهي، فلا للكذب والكذابين. بس المهم يا صديقي ان بعدها بتقول له انها بتحدد صدق وكذب الشخص من خلال التغيرات في هالته المحيطة بيه. بس انت هالتك كانت مثالية، بس انا دلوقتي مهارتي اتحسنت وبقيت ابص للون الهالة. يعني مثلا لون الهالة الازرق يبقى الشخص صادق، ولون الهالة احمر يبقى الشخص كذاب. وانت بقى يا كريس وايت هالتك لونها ازرق، بس انا حاسه انك كذاب عشان في ريحه وحشه طالعه من هالتك كده. فبيقول لها كريس وايت صحيح انه كذب جزئيا، بس هو ساحر جامد بفتيكه يعني وهيكون مفيد ليهم، ولكن هي ما بتخلوش يكمل كلامه وبتحط السيف على وشه. يا نهار ابيض. بس ستيلا يا صديقي بتطلع بتديله السيف، بتقول له عشان انت مميز وانا بدي للناس المميزين سيوف من صنع اميرة الفضة شخصيا. وكريس وايت بقى بياخد السيف، واول لما بيمسكه بتحس ستيلا بحاجة وبتاخد السيف بسرعة. بتطلع كانت عايزة تعرف لون هالته بدقة، وبيطلع هالته حمرا زي الدم. فبتتعصب عليه وبتقول له كم عدد الاشخاص الذين قتلتهم يا ابن الصرمة انت. وكريمزون بيطلب المساعدة من نفس الشخص اللي بيستخدم السحر زيه، وبيقول له ساعدني بالله عليك، احنا زي بعضينا وملناش غير بعض، محدش هيفهمني غيرك، ساعدني ساعدني ساعدني. فبيقول له للأسف ما تتمحنش عليا، طالما ستيلا خدت قرار احنا ما ينفعش نرجع فيه او نتدخل فيه اصلا، دي اميرة الفيلق بتاعنا. وبعدها بتهجم عليه ستيلا بالسيوف، وكريمزون بيصوت او بيهزر يعني، لانه اصلا ما بيموتش بقطع راسه زي ما شفنا في الاجزاء اللي فاتت يا صديقي. ولو ما شفتهاش لازم تروح تشوفها الاول، وبعدها تعالى كمل فرجتك على العظمة اللي جاية. والمهم انه بيخطط يصوت ويرسم عليهم انه مات ويستخبى في مكان لحد ما يصفى ويسرق راجنا ويمشوا من هنا. وبيقول في نفسه كان نفسي انقذكوا والله، بس انتوا اللي عايزين كده، كان ممكن تكونوا حلفاء ليا، بس دلوقتي المقعدين الخامس والسادس في طريقهم لقتلكم. ولكن فجأة يا صديقي بيجي راجنا وبيردم على كل الخيالات اللي كريمزون قالها من شوية، وبيوقف السيف بتاع أميرة الفضة بكل سهولة. طبعا مش محتاج اقولك ان ستيلا بتتصدم ان في حد قدر يوقف السيف بتاعها، وبيقول لنفسه انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا يا كريمزون، هو انت عملت لها حاجة يا كريمزون؟ كريمزون بيقول له عملت لها حاجة ايه يا ابني، انا الضحية هنا، بص هناك كده. فبيبص الواد حواليه وبيشوف العجوز دوت يا صديقي، وبيتصدم هناك ان في حد قدر يهزم غارم، مش هو لوحده لا، ده ستيلا هي كمان مصدومة ومرعوبة، وبتشاور على راجنك كده وبتقول سيف بدراعين، ازاي ده ممكن يحصل يا جدعان؟ وكريمزون بيفهمنا ان اميرة الفضيات بتشوف العالم مش زي ما احنا بنشوفوه، عشان كده يا صديقي هتلاقيها شايفة راجنا عبارة عن سيف ماشي بدراعين، يعني مش شايفة دماغه خالص. من كتر تفكير ستيلا في الموضوع بتطلع دخان من دماغها، واعضاء الفيلق لما بيشوفوها كده بيهجموا على راجنا باسرع ما عندهم. وعلى وضعك يا راجنا يا جامد، ده بضربة واحدة بيهزم التلاتة. وساعتها ستيلا بتتعصب جدا وبتكون مزبهلة خالص، عشان ده الاندماج المثالي بين الانسان والفضة، ودي تعتبر قمة القوة. وبعدها بيرجع بينا فلاش باك لورا، وبنشوف معلمة الاميرة وهي بتقول لها مش هتتجوزي بقى ولا ايه، عايزين نخلص منك، انا قصدي نفرح فيكي، انا قصدي نفرح بيكي يعني. فهي بتقول لها هتجوز شخص اقوى من جدي غارم، ولحد ما نقابل شخص زي دوت ما اسمعش سيرة الجواز دي على لسانك يا بت. وايوه يا رفيقي، البت ستيلا حط عينيها على راجنا وبتقول لنفسها لقيته لقيته لقيته، ومزبهلة وبتقول خصوصا قوة السيلفر اللي عند راجنا. وكريمزون هو كمان مزبهلين اصلا من الحوار دوت، من ردة فعلها، لانهم كانوا متخيلين ان هم هيموتوا هناك وهيشوفوا في رقابي بتطير وعصافير بتتذبح. وبيقول لها راجنا احنا مش ناويين نحارب، بس ما تقتلوش عمو كريمزون. وايوه يا صديقي كريمزون هو اللي بيكون بيمليك كلام، فبيحطوهم هما الاتنين في السجن لحد ما يشوفوا ستيلا هتعمل معاهم ايه. وراجنا بيقول لكريمزون عايزك في كلمتين، فبيقول له كريمزون بس كده تعالى، وبيجيبه تحت رجليه وبيسأل راجنا هو ليه حاول الهرب ضد التيماتيا. فبيقول له كريمزون انت اتهبلت ولا ايه، انا اللي بسأل
تسأل هنا؟ انت ما انتش شايف وضعك عامل ازاي؟ انا اللي هسألك، قول لي بقى لماذا تدخلت في خطتي ايها الاحمق الورع؟ فبيقول له ما كنتش عايز اهرب واسيبها عايشة، عشان كل ما خليناها عايشة اكتر هتموت ناس اكتر، واخد بالك انت يا رفيقي؟ علاقة طردية يعني. فبيقول له كريمزون وخسرت من حتة بنت خليتك سايح في دمك، ولولا كلب كان زمانك مرمي في التراب. انا اللي انقذتك، المفروض تبقى ممتن ليا، بس انت لا خليت الشهامة والرجولة والجدعنة تركبك، ولازم ارجع، ودمرت الغرفة الزمنية بتاعتي. شقى عمري راح ومش راجع، كله منك انت. وكمان انا دلوقتي مش عارف مياو ولا حتى جولايم ايه اللي حصل لهم. بس ثانية واحدة، هو فين مسيو سلايم يا جدعان؟ كريمزون شكله نساه الصراحة. بس المهم انه بيكمل كلامه وبيقول له عايز تعويض للخسائر ديت كلها. فبيقول له هتجيب لك راس التماتيا على الطبق يا باشا، تكفي؟ صحيح، هو كان فين مسيو سلايم؟ فبيقول له كريمزون ايه ده، صح، تصدق انا نسيته. وبيكون في جزء منه او قطرة منه يعني موجودة على راس راجنا. فبياخدها كريمزون وبيقطع جزء من شعره وبيستخدم عليه السحر لمدة 3 دقايق في الفرن، وبعدها بيستوى او نص سوا يعني، شغال برضه يا رفيقي، صغير بس هيحير كمان شوية. وبعدها بيقول لهم الا قولوا لي يا جماعة هو احنا فين اصلا؟ وراجنا بيقول لهم ايوه صح، انا مش عارف انا قاعد فين. فبيقول لهم كريمزون ايوه يا جماعة ايها الجهلة الفاشلون، نحن في مقر صغنون يقع في شمال مملكة ليسي تحت الارض، في مكان قديم منذ الازل، وعملوا في وقت زعل. وبجد يعني يا راجنا في مصيبة سوف تحل قريبا على الناس اللي هنا من قبل المقعدين الخامس والسادس اللي جايين كمان شوية. هل هترجع للعاصمة؟ فبيقول عاصمة ايه يا عم؟ ده راسين احسن من راس واحدة ولا ايه الكلام؟ والله والناس بقى يا صديقي في المكان دوت عاملين صوت عالي وقلق وقرف، عايزين يقابلوا اميرة الفضيات بقى والشغلانة، وكله من النون والسهون اللي واقفين هناك دول، وهم عمالين كده يا صديقي عشان ما يسمعوش الراديو ويروحوا للعاصمة الملكية ويموتوا هناك، علشان دي خطة من التماتيا. وهم كمان طلعوا مفتحين وعرفوا هناك يا صديقي ان في مصيبة بتحصل، وبيعرفونا كمان ان ستارلا حكمت على كريمزون بالاعدام، والتاني جامد وجاحد 2 في 1 لدرجة انه هزم جارم بسهولة، وشكلهم كده خطر بقى ونينجا والحوارات ديت بقى صديقي. ما شفتش ستارلا كانت واقعة ازاي؟ وبيقول له التاني واقع ايه يا عم، دي كانت بتريل عليه. وبعدها بيجي الاتنين دولت وبيقولوا لهم ايه ده ايه ده ايه ده، من اللي خلى جارم بالشكل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبنعتذر طبعا يا صديقي عن التحريف الرخيص للاغنية. وبعدها بيجي جوز النسوان دول او جوز البنتين دول يعني، وبيقولوا لهم ايه ده ايه ده ايه ده، من اللي خلى ستارلا تريل بالشكل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبرضه طبعا يا صديقي بنعتذر عن التحريف الرخيص للاغنية. ومن كتر كلامهم يا صديقي بيزهق منهم السهون وبياخد بعضه ويمشي. وتعالى احنا كمان نمشي ونروح لصاحبة الشأن واللي بتكون بترايل على راجنا. فبتيجي المعلمة بتاعتها وهوبا بتديلها قلم على وشها كده، وهي تسكت يا صديقي. لا يا برنس، دي بتهجم عليها ببوكس في بطنها كده وبتقول لها هفضل اضرب فيك يا فجرة يا فاسقة لحد ما تقولي مش هحبه مش هحبه مش هحبه. بس هي بتقول لها يا اما راجنا يا اما بلاش، واحد غيره ما ينفعناش، امال مين هياكلنا الجلاش؟ فبتقول لها يا ستارلا يا حبيبتي انت قائدة فايلك ارجنت روم، وما ينفعش تبقي كده، لازم تبقي حازمة صارمة عديمة المشاعر، قلبك جامد مش قلب فيستك. وبتفهم الكلام البت وبتقول لها تمام. وبكده بيخلص حوارهم الثقيل دوت. وعارف ان التماتيا وحشتك وعايز تعرف اخبارها، فتعالى بقى نروح لها القصر. وبتكون بتتكلم مع ملك التنانين واللي بيطلع بنت صغيرة بتلعب في المكعبات حرفيا يا صديقي، بتلعب في المدن يا صديقي زي ما هي عايزة. والمهم انها بتتكلم معاها وبتقول لها للاسف فشلت في صنع العالم، اللعبة اللي انت كنت عايزة تخليه العالم الخالي من البشر اللي سرقوا اكلك وده يا صديقي رجعنا التاني الحلقة ساعة ما كانوا بيحاربوا المقعد العاشر، وقال لهم ان السبب تدمير المملكة، والسبب ان في حد سرق الاكل بتاع الملك من مطعم الكتكوت الفضي، ولقد امرنا من قبل ملكنا ان نبيد البشر السارقين، وزي ما انتوا عارفين تقطع يد السارق. ونرجع تاني لالتماتيا وبتلاقي البت الصغيرة بين قوسين ملكة التنانين قافشة وبتعيط وبتقول لها ليه يا وحشة ما خلصتيش عليهم ليه؟ تصدقي انك باردة؟ وبعدها بتقول لها انقذيني يا اختي الكبرى. ونحط هنا 7000 خط لحد ما الاحداث توضح ايه
الحوار دوت. بس دلوقتي نرجع لألتيماتيا واللي بتقوم مفزوعة وبيطلع ان ده كله كان حلم ومش علم يا صديقي. وبس كده، على فكرة انا زعلان منكم لان في ناس كتيرة بتتفرج على فيديوهاتي ومش مشتركين في القناة، فحابب اقول لكم مستنيني يعني. وبيبدأ الجزء ده باجتماع بين فايلق ارجنتروم ستارلا بقى والتوينز وغاري والحبايب كلهم متجمعين عند النبي ان شاء الله يا جدعان. والمهم انهم بيتناقشوا في الحالة المريبة اللي بتحصل للتنانين الفترة ديت، وكريستوفر بيأكد على كلامها وان التنانين حالتها مريبة وملهاش اي اثر، ده حتى انهم قربوا للعرين بتاعهم وما كانش فيه تنانين هناك، ودي حاجة ما كانتش بتحصل الا اذا كانت في حاجة حصلت معاهم. والتوينز اللي هناك بيأكدوا على كلام كريستوفر، بس بيزودوا انهم ممكن يكونوا منشغلين بحاجة زي جنازة مثلا. فبتمسك ستيلا في كلمة جنازة دي وبتقول ما يكونش حصلت حاجة لتنين متفاوض، ده احتمال لازم نحطه في الاعتبار، بس عشان التنانين لسه محاصريننا هنا فاكيد مش عايزيننا نهرب ونفلسع من هنا، وهم اكيد مستنييننا نعمل اكشن عشان يعملوا رياكشن. ما هو الكل فعل رد فعل برضه يا جدعان، على رأي نيوتن برضه. وبعدها بتسأل مايوريكا عن الوقت والقوة السحرية اللازمين للانتقال الآني لخارج حدود البلاد، فبتقول لها على حسب، يعني لو اشتغلنا على نفسينا بجد كده هتبقى يوم واحد، اما بقى لو اتمرقنا فيبقى يومين تلاتة. فبتقول لهم ستارلا انهم يخلصوا في يوم واحد، ومايوريكا بقى عايشة اللحظة لان ستارلا اتكلمت معاها. وبالمناسبة مايوريكا هي كمان ساحرة، بس سيبك انت، المهم ليه بالظبط؟ عشان ارجع مهارتي في التحكم في الزمن. فبيقول لها لازم تنسي مخاوفك زي ما نسيتيها من شوية وهاجمتيني بالسيف. فبتقول له انسى خوفي، الكلام سهل بس الفعل صعب، دي نظرته بس بتخوف، ما تتكلمش وكأن الحوار سهل على الاخر، ده لو سهل ما كنتش هتشوفني مرعوبة بالشكل ده. فبيقول لها يبقى اطلبي مني امحي مصدر خوفك دوت. فبتقول له لا، عشان دي مشكلتي الخاصة، انت ملكش دخل فيها، ما اقدرش استخدمك، انت اقوى سلاح عندي عشان استعيد قوتي. الاولوية القصوى هي تدمير المدينة عشان خاطر ملكنا بس مش اكتر. فبيقول لها اجابة نمطية، يعني مش عاوزاني انتقم من الناس اللي هاجموا مراتي في غيابي وهاجموا عرضي وشرفي، اودي وشي فين بس دلوقتي يا بنت من التنانين؟ فبتمسك السيف وبتسكحه على وشه وبتقول له مراتك هي يا ابن الدايخة، وامتى بقيت مراتك يا ابن الهطلة؟ لغاية امتى هتفضل تهرج كده؟ هتفضل واخد الدنيا بومب ومراجيح لحد امتى؟ فبيقول لها انا مش فارق معايا غيرك يا غزال، ده انت شغلت العقل والبال وفي الاخر هتيجي بس بالحلال ومن غير مال يا غزال يا غزال. الله الله الله. وبيقول لها اديني الامر بالانتقام بس. فالبت بتتأثر من كلامه وبتعيط وبتقول له هاتلي راسهم على طبق، وبتفضل تعيط بشدة. وبعدها بتقول لكامو استخدم كل قوتك في الإطاحة بهم، عايزة دماغهم على الغدا النهاردة قبل بكرة. فبيمسك والسيلفرين مش بيأثر فيه وشكله مش بيهزر، وبيقول لها سيبيهم لي وانبسط بوقتك انتي، ما تشغليش بالك بيهم. والتماتيا بتطلع تطمن على البنفسج، وتعالوا احنا يا جماعة عشان الفضول هيموتني الصراحة نعرف اخر كلمات مايكل. وبيكون قال له ان الحاصد بين قوسين راجنا يعني هيموتكم كلكم، محدش منكم هيفضل عايش، وده اللي مخلي كاموي متحمس لمواجهة راجنا والفتك به. وبس كده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم في الفيديو جديد، سلام. وبيبدأ الجزء ده وأعضاء الفايلق مستغلين راجنا ومرمطينه معاهم في إحاطة أسلحتهم بالهالة الفضية، ولما بيخلص بتجيبله ستارلا السيف اللي أقوى من السيف اللي هو كان شغال عليه عشان يشوفوا مميزات التعديل. يعني ببساطة كده، هو راجنا اللي بيعمله ده ليه لازمة ولا من الآخر اشتغالات وكده؟ وبالفعل لما أحد أعضاء الفايلق بيستخدم السيف اللي راجنا أحاطه بالهالة الفضية وبيضرب عليه بالسيف التاني بيتكسر يا صديقي، وكل اللي موجودين بيتصدموا من اللي حصل قدامهم. وبيدخل عمه كريمزون وبيقول لهم امال انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين ان راجنا هالته مش قد كده؟ لا فو، ده راجنا تلميذي بجد مش ورق وتشد. ها، ده انا نسيت اقول لكم ان راجنا طلب شويه صغيرين من الفضه بتاعته. طبعا مش محتاج اقول لكم ان السيف لو اتطلب كميه اكبر من الفضه هيبقى جامد اخر حاجه يعني، فما تتكلموش معايا في حاجه. فبتساله ستارلا عن المده اللي هيفضل فيها السيف معزز بالفضه كده،
فبيقول لها ان الحوار دوت يعتمد على جودة السيف وكمان الشخص اللي صنعه. يعني لو جودة السيف عالية هيبقى متعزز لفترة طويلة، وهكذا كذا 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 يعني صديقي. وبتقول له ستارلا لحد هنا وطقتهم، ده انا اللي عاملة السيوف دي بنفسي، انا اميرة الفضيات، يعني الفضة دي لعبتي وامك صاحبتي. وبيقول لها راجنة لا يا عمتي انا ما كنتش اقصد والله. وستارلا بتقول له خلاص اجري فز اعمل كل اسلحة الفايلق بهالتك. وبالفعل يا صديقي بتجمع كل المحاربين حواليه عشان يهاجموه، والبداية بتكون بالمحارب دوت، واللي لما بيهجم على راجنا بيتسرق سيفه منه وبيعززهوله راجنا بالهالة. وهو ما بيكونش مصدق يا صديقي اللي حصل، وبيتحمس بهلول تاني كده وبيهجم عليه، وفي نص ثانية بيكون مالطا صديقي من غير سلاح، وراجنا بيعزز له سلاحه برضه، وبيهجموا عليه تاني يا صديقي بس بياخد منهم أسلحتهم وبيعززها لهم بالهالة لحد ما بيلاقي حاجة كده بتتحدف عليه. وأيوة يا جماعة بهلول جديد وصل، قصدي واحد جديد وصل يا صديقي، محارب جديد بيقول لراجنا اوعى حمادة تكون فاكرني عيل سيكي ميكي زي اللي انت واجهتهم من شوية. وبالمناسبة يا جدعان ده اسمه شين بس بياخد على دماغه يا صديقي من أول قلم. وراجنا بيقول لنفسه الواد شين دوت قوي، يمكن أنه في نفس قوة لينو أو حتى أقوى منها. وبعدها شين بياخد بعضه ويمشي زي الخروف، وبيروح له الشخص دوت وبيقول له أحيا بصوا أحيا اتنين من أقوى المبارزين قاعدين بيعيطوا هنا يا فرحي والله. وبيقول لهم إنه أحط سلاحه بالهالة الفضية ورجعوا هزموا الموضوع عادي، يعني انتوا مكبرينها ليه يا جدعان؟ فبيقولوا له انت ما عندكش كرامة احنا عندنا. بس هو بيتجاهل كلامهم وبيقول لهم ان سبب انضمامه للفيلق من الاساس هو الحصول على سلاح قوي، واخيرا حصل عليه وبيكون فرحان جدا. ولكن العجوز ده بيقول لهم ان قوة راجنا دي اساسا مش طبيعية ولا موهوب حتى. صحيح انا قتلته لثانية واحدة بس انا حسيت ان ده الانجاز الاكبر لتدريب شخص عديم الموهبة لانه قتاله نمطي جدا. فبيسأله عن انه يقصد ان راجنا اكبر من سنه وكده، فبيقول له انه ما يعرفش لانه مفيش دليل معاه دلوقتي. وبيعيط الراجل العجوز على حاله وبيقول لهم شينو انه مش عايز يبقى الراجل اللي يستخبى ورا البطل في المعارك، وبيروح علشان يواجه راجنا. وطبعا مش محتاج اقول لك يعني ان راجنا بيعمل معاه الواجب وزياده، والمزتين دول زانقين راجنا وبيقولوا له ايه رايك في ستار يالا تكرش عليها؟ فبيقول لهم انه مش بيحبها ولا بيكرهها. فبيقولوا له لا فهو بقى ادينا اجابه واضحه مقنعه زي انا بموت فيها ولا انا مش بطيئها، ولازم تعرف انها شايفاك مز. فبيقول لهم ما هي دي المصيبه اصلا انها شايفاني مز اساسا، ولو شافتني من ورا الدمادات ديت هتلاقيني جلمت. والبتين بيبصوا لبعض كده وبيضحكوا بيقولوا له انت دمك خفيف قوي وبتضحكنا قوي يا راجنا. فبيسالهم عن الاسلحه اللي بيستخدموها، فبيقولوا له احنا بنستخدم المسدسات وبجد الرصاصات الفديه دي جامده جدا. وراجنا بيقارنهم بلينو يا صديقي وانهم تقريبا في نفس سنها. وبص مين بقى يصحى؟ ايوه يا صديقي ميسيو سلايم او سلايم حاف، يعني هو ما بقاش زي الاول يا صديقي. والمهم ان الريحه المعفنه دي واحد فيهم يا صديقي. وبيقول لهم مين اللي عملها يا ولاد انتوا الاتنين؟ فبيقول له راجنا انت طلعت ليه؟ ده كريمزون هيفشخك ده عشان طلعت. والموزتين دول يا صديقي بيستلطفوه جدا فاكرينه كيوت وبيسألوه عن اسمه. فبيقول لهم انا الشرير وكنت كبير والله، بس الدنيا جت عليا والظروف بقى خلتني زي ما انتوا شايفين كده. وبيقول لراجنا ان عينيهم واسنانهم زي التنانين. فالبتين بيتصدموا في الاول كده وبيبصوا له بنظرات تملأها الكره كده يا صديقي، وراجنا بيخاف منهم. والبتين بيقولوا لسلايم عايز تاكل تنين تعالى معايا؟ فبيقول لهم يا ريت عشان اكبر. فبيقولوا له انهم هيخلوا ستارلا تسيب له شويه تنانين عشان ياكلهم، وبالفعل بياخدوه. ويا ريتهم ما خدوه يا صديقي، ده بيدخلوه اوضه كده وبيقفلوا الباب. وسلايم بيقول لهم امال فين المطعم التنين اللي انتوا قايلين لي وستارلا هتسيب لك وبتاع والكلام ده؟ فين الشغل ده؟ اتكلم واحده من البتين وبيقولوا له ان هم ما يعرفوش ذكريات عن ابوهم، كل اللي يعرفوه بس ساعه ما كانوا في عرض غريب كده في السيرك حيث أن الأطفال ينحدرون من التنانين. ونفهم من هنا أنهم واخدين أجزاء من التنانين يا صديقي. ركز بقى. وبتكمل كلامها وبتقول له إن المجتمع بيعامل الأطفال اللي زيهم بقسوة شديدة. فبيقول لهم سلايم أيوة ما علينا من الكلام ده كله، يعني أنا مش جاي أسمع حواديت قبل النوم، يعني أنا جاي أعبي التانك وآكل. تاكل ده إحنا هنأكلك أكل يا صديقي وعينك ما تشوف إلا النور من ساعتها. وبعدها بيمسكوه تفعيص وشد ومد وكل اللي قلبك يحبه بقى. ومن الاخر بيكسروا نفس الولد ونسيبهم بقى عشان يشوف الواد دوت وهو بيتدرب على استخدام السحر. وفعلا شكله ما بيهزرش يا صديقي، وبيقول ان كل سحر ده ولا حاجة قدام سحر التنانين العليا لانهم بيستخدموا اقوى انواع السحر.
ده كمان يا صديقي يعتبر شكل من أشكال السحر، والدائرة السحرية يا صديقي اللي هنستخدمها في التنقل على شكل تدفق دم التنين. بنروح للناس اللي شغالين على الدوائر السحرية وبيكونوا خلاص جابوا آخرهم يا صديقي وبلموا على الآخر، وبعد كل الأبحاث والتعديلات اللي عملوها كان لازمتهم 15 تنين عشان ينقلوا شخص واحد بس. يا حلاوة يا صديقي، واديني دماغك كده شوية، يعني كل شخص لازمه 15 تنين، وموجود في المقر 15 بني آدم، ف15 في 1500 يعني حوالي 22,500 تنين يا صديقي. أنا مش محتاج أقول لك إنهم مستولين على الآخر يا صديقي ودماغهم في البطيخ، ما عدا الشخص مستخدم السحر دوت. وبالمناسبة اسمه شو، وبيكون فايق وصاحي للي حواليه، وكريمزون بيجيله عشان يرخم عليه شوية، والشو بيقول له ايه اللي جابك هنا يا عم، اخلع من دماغي بقى. فبيقول له انا جيت عشان اساعدك، لما توصل لمكان مسدود لازم تبتكر وتبدع، وده هتلاقيه عندي اقدر اساعدك. فيبص له شو بالنظرة ديت، واللي هنعرف في الجزء الجاي اذا كان وافق ولا لا. فتأكد من اشتراكك في القناة يا صديقي وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد لينا ننزله. وبعدها بيكون قلتوا وزورا وتارو بيتكلموا، وبيقول له قلتوا انه ما عادش بيكره اي حد لان لسه عنده ذكريات من ساعة ما كان انسان، بس ذكريات من غير مشاعر. كل اللي بيحسه دلوقتي هو انه بيكره ملك التنانين اللي سلب منه بشريته. وانا جبتك هنا عشان احاول افتكر اي حاجة، انا عارف ان انا جبتك للسبب اناني، بس معلش انا عارف انك هتتحملني، وكمان عشان احاول افتكر اي حاجة تانية تظبط لي افكاري. وبعدها بيرجعوا بيكون الحبايب كلهم متجمعين، كل المقاعد المتبقية من سلالة الجناح، وبيقول لهم قلتوا تعالوا راجع خطتنا التاني، في حاجتين لازم نعملهم، الاول تدمير البلد ديت، والتاني ان احنا نقتل حاصد الارواح وفريقه عشان اتجرأوا وهاجموا التماتيا وخلوها عاجزة عن استخدام سحرها. فبيقول له كاموي مالكش دعوة انت بحاسد الارواح وفريقه، دول بتوع انا هتخلص منهم بنفسي ولوحدي. فبيقول له قلت وأزورا ان ده من الغباء انك تقتلهم لوحدك يا كاموي. فبيقول له كاموي مالكش دعوة انت اصلا، ده التماسيا هي اللي طلبت مني بنفسها ان اجيب لها دماغهم. فمش بيكون مصدق يا صديقي وبيروح يسأل التماتيا عن لو هي طلبت فعلا من كاموي انه يقتلهم. فبتقول له فعلا انا طلبت منه، يا ريتني ما طلبت منه حاجه الصراحه، انا طلبت منه عشان بس كنت متعصبه ساعتها. فبيقول لها كاموي امال اللي كنا بنعمله في نفس السرير دوت ساعه ما كنا بنتكلم. فبتقول له انها ما كانتش في وعيها ساعتها، وبيقطع كلامهم البنفسج وبيقول لهم احنا مش محتاجين ندور على عدونا من الاساس، هو هيجي لنا لحد عندنا. فبيسألوه لو عنده دليل على كلامه، اي حاجه يعني تثبت انه مش بيقول اي هري وخلاص يا صديقي. فبيقول لهم ان لا ما عندوش دليل، كل بس اللي يقدر يجزم بيه ان هو من خلال معركتهم السابقة قدر يكتشف ان راجنا عايز يقتل التماتيا هو كمان، وشكله متغاظ منها على الاخر، واحنا هنكون مستنيين، وانا بنفسي كمان مستنيهم وبزود قوتي يوم بعد يوم. فبيقول له قلت ايه ده انت كبرت يا عم، انا ما خدتش بالي، وكلنا مقدرين عزيمتك على قتل العدو ديت، وانت يا كاموي اتعلم منه اي حاجة. فكاموي بيشتمه، وبعدها يا صديقي بيهدى وبيقول لهم انه ما عادش قادر يبقى محيم مع البشر، لان خطتهم الاصلية كانت انهم يجمعوا البشر في العاصمة الملكية ويقتلوهم عن طريق اخفائهم في حاجز البنفسج. بس دلوقتي ما عادش ينفع بسبب اللي عمله واحد من البشر. والتماتيا بتقول له معاك حق، اقتل اي بشر يجي قدامك. وبنفهم ان التماتيا اتغيرت خلاص، ما عادتش زي الأول طيبة وعايزة تقتل الناس برحمة. أنا معاكم إن كلا الحالتين واحد، لأن قتل النفس البشرية بدون عمد ده يعتبر يا صديقي حاجة عيب وبنعاقب عليها في الإسلام طبعا يا صديقي. بس المهم إن قلتوا بيقول لها تمام الموضوع سهل، كل اللي لازم تعمله هو إن إحنا نجيب 40,000 تنين أدنى و40,000 تنين أسمى، سواء بقى كانوا التنين على هيئة بشر أو تنانين عادية، سواء كانوا من المدينة اللي إحنا كنا فيها او من خارج المدينة مش هتفرق برضه، واحنا كده كده هنكسبهم، ده لو كان فيهم ناس بتعرف تتعارك حتى. وانا وتارو هنتعامل مع فيلق الفضيات بنفسنا،
ونوعدك إن إحنا هندغدغهم لك في أسرع وقت ممكن يا التماتيا. فأرجوك اعتمدي علينا واعتمدي على كل واحد موجود معانا دلوقتي. يا شيخ اتنيل، متعرفوش إن انتوا هتواجهوا راجنا وكريمزون هناك برضو؟ فبيقول له كامو يا صديقي ممكن الحاصد هو كمان يكون شغال مع فايلك الفضيات، فلازم يا غبي انت تحط خطط مدروسة مش بطاطس مهروسة. فبيقول له قلتوا ان لو الموضوع كان كده ولو الحاصد هناك هيتصلوا بيه، واكيد يا كاموي انت هتيجي بسرعة البرق مش كده عشان حبيبة القلب ها؟ فبيقول له تمام. والتماتيا بتقول لهم ان نص المقاعد ماتوا وما بقاش غيركم بس، وانتوا بس اللي تقدروا نعتمدوا عليكم لحد دلوقتي، لحد ما نخلص المهمة اللي احنا وكلنا بيها. واهم حاجة عندنا هي سعادة ملك التنانين، مفيش اي حاجة مهمة بالنسبة لنا في الوقت دوت. وبكده يا صديقي يخلص معانا الجزء دوت. اشوفكم في فيديو جديد، ويلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.